الكبير. يا خالقنا ويا محب البشر وكل ما صنعت يداك، نحن أبناؤك وبنات إبراهيم المنتمين إلى اليهودية والمسيحية والصابئة المندائية والأيزيدية والإسلام، مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة. نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم ابن هذه الأرض النبيلة والعزيزة أبا مشتركا في الإيمان. نشكرك لأنه مثال الرجل المؤمن الذي أطاعك حتى النهاية، فترك عائلته وقبيلته ووطنه لكي يذهب إلى أرض لا يعرفها. نشكرك أيضا على المثال الذي قدمه لنا أبونا المشترك في الشجاعة والثبات وقوة النفس وكرم الضيافة. نشكرك بصورة خاصة لإيمانه البطولي الذي أظهره باستعداده للتضحية بابنه طاعة لأمرك. إننا ندرك أن ذلك كان له امتحانا في غاية الصعوبة، لكنه خرج منه منتصرا لأنه وثق بك دون تحفظ. أنت الرحيم الذي يمنح دوما فرصا للبدء من جديد. نشكرك لأنك أفضت بركتك على أبينا إبراهيم فجعلته بركة لجميع الشعوب. يا إله إبراهيم أبينا إبراهيم وإلهنا، نسألك أن تمنحنا إيمانا قويا جادا في عمل الخير، إيمانا يفتح قلوبنا لك ولكل إخوتنا وأخواتنا، ورجاء لا يخيب، قادرا على أن يرى أمانة وعودك في كل مكان. اجعل كل واحد منا شاهدا على اهتمامك وحبك للجميع، وخاصة للاجئين والمشردين والأرامل والأيتام والفقراء والمرضى. افتح قلوبنا لمغفرة المتبادلة، فنصبح أدوات للمصالحة، فنبني مجتمعا أكثر عدلا وأخوة. اقبل جميع الموتى في دار الأبدية، دار السلام والنور، وخاصة ضحايا العنف والإرهاب. اعضد السلطات المدنية في البحث عن المخطوفين والعثور عليهم، وفي حماية النساء والأطفال بصورة خاصة. ساعدنا أن نعتني بالأرض، بيتنا المشترك الذي وهبته بجودك وصلاحك لنا جميعا. أيدنا في إعادة بناء هذه البلاد، وامنحنا القوة اللازمة لمساعدة الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم وأرضهم للعودة بأمان وكرامة لبدء حياة جديدة مطمئنة ومزدهرة. آمين.